سامحني يا رب على اللي هعمله النهارده في الناس، سامحني يا رب. لو انت عروسه جديده ولسه مش عارفه هتعملي ايه في مصروف البيت، تعالي اقولك هظبطك. معاكي ميري، وتابعي الفيديو. كل البنات الجديده، بصي يا حبيبتي، انت دلوقتي لا داخله حرب اهليه عشان نثبت مين ايمانه اصح، ولا انت داخله عشان تتطلقي. انا لاقيه ان كل البنات الجديده داخله هدفها هتطلق امتى، هتاخد معايا وقت قد ايه. لا، انت ناويه بقى تتطلقي ما تخلفيش عشان بتطلعوا لنا مرضى نفسيين. خلاص، هقولك بقى تعملي ايه في مصروف البيت. مصروف البيت هو لو اداهولك وقالك انا بره البيت وانت جوه البيت، ده واد لعيب. مش كده ابدا. اللي هتخنصري تصرفي على صحتك وعافيتك وضغطك وسكرك وكل حاجه. في الاول هتخنصري تمام، بس بعد كده هتشيلي الهم. هتلاقي بعد كده نفسك راكبه بقى مثلا مونوريل، قطر سريع، حاجه هتخشي بيها في الحيطه كده. فانت تعملي ايه؟ هتمسكي اول شهر المرتب اصرفوا انتوا الاتنين اللي انتوا عايزينه، بس كل حاجه تكتبيها بالظبط. انت لو جبتي كيس شيبسي اكتبيه. تاني شهر بقى انت جيبيه يقعد قدامك. خلاص، امسكي المرتب، طلعي كل الثوابت. اول حاجه تطلعيها فلوس ربنا، دي هتدي بركه في البيت رهيبه، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. تاني حاجة اعملي بقى الفواتير، قرض، ايجار، عربية، الثوابت اللي هتطلع معاكي بالظبط ايه. احنا بقى هتجيبي جوزك يقعد قدامك وتجيبي الكشكول. هتشوفي الكشكول انتوا صرفتوا ايه، خرجتي بقد ايه، اشتريتي لحمه قد ايه، اشتريتي فراخ قد ايه، انتي ايه اللي قضاكي في الشهر. يعني انتي جبتي 2 كيلو لحمه، جبتي 3 فرخات، جبت مثلا بانيه بكذا. هتعرفي انتي هيقضيكي ايه بالظبط في الشهر. هيكون عندك قد ايه بتستهلكي مكرونه، بتستهلكي رز، بتستهلكي منظفات، كل حاجه تكتبيها. بعد كده تجيبي جوزك تشيليه الهم معاك. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش، اولا ما يبقاش كده مرحرح كده، فاهميني؟ هيقعد في الشغل، دي تجيب له ساندوتش من ابو مازن، شاورمه فراخ، دي تجيب له من ابو حيدر شاورمه لحمه. لا، هو يشيل الهم، فاهماني؟ غير كده ان انت لو عطيتي انطباع من الاول ان انت عايزه تحوشي، ان انت عايزه تكونوا مستقبلكم، هيستخسر يعني السيجاره يشربها. ارمي العلبه اللي في ايدك دي، ماشي؟ هيفكر 1000 مره قبل ما يعمل اي حاجه. ايه اللي هيتبقى بقى نعمل ايه؟ تقولي لي هو هيتبقى حاجه؟ ان شاء الله يتبقى، قولي يا رب. بس خلاص هنحطها قدامنا. هتقسميها ازاي؟ هكون معايا الكشكول، عرفت انا مثلا جبت لحمه وفراخ وطلبات بيت ب1000 جنيه، هتبقى كويسه ال1000 جنيه. بعد كده الباقي هنعمل ايه بالباقي ده؟ الباقي ده هتقسميه كالاتي. هتقسمي حاجات خروجات، يعني انا هخرج خميس وجمعه، انا بصرف مثلا مبلغ كذا، انا هشيله واكتبي عليه في ظرف خروجات. هيفيض فلوس تاني برضو ان شاء الله يفيض. هتعملي بيهم ايه الفلوس دي؟ هروح مقسماها على الاسابيع، تبقى معايا طوارئ، معايا الباقي 200 جنيه مثلا كل اسبوع. ايه، عايزه فاكهه، عايزه خضار، عيش، الطلبات العاديه دي. هيفيد مثلا معاكي اي مبلغ. احنا مثلا هنقسمه 50% اكل وشرب وحاجات كده وطلبات للبيت، وقولي مثلا انت شلتي 25% حوشناهم، هيتفضل عندك مثلا 25%. زي مثلا خلاص انا عندي في الاسبوع محدد ليا رقم مبلغ، المبلغ ده انا هخرج منه، انا هجيب منه الخضار، اجيب منه العيش، الجبن لو انت ما جبتيهاش بال30%، وانا بجيب جبن على فكره وبحطها في الفريزر برضو، ما فيهاش اي مشكله. المبلغ اللي انت شايلاه للاسبوع لو ما اتصرفش منه حاجه حوشيه، فاهماني؟ صدقيني انت لو عطيتي الانطباع ده لجوزك هو هيساعدك، وهيساعدك كويس قوي في التحويش. بس اديله الانطباع ده، حتى لو هو بيصرف في اي حاجه مش هيصرف فيها. ده لو انا عندي دخل بالشهر. طب انا مثلا في ناس بالاسبوع، اعرف بيوت جوزها بيديها بالاسبوع يبقى خلاص انا هنزل اشتري برضو طلباتي، وفي نفس الوقت هشيل الاسبوع هصرف فيه مثلا 700 جنيه. لا، انا ممكن اوفر منه كويس جدا. طبعا هتقولي لي انت الخروجه لوحدها بتصرف 700 جنيه. هقولك ان مش لازم كل خروجه تبقى غاليه في مكان غالي وشيك. ممكن تبقى خروجه واحده في الشهر حلوه قوي والباقي خروجات لطيفه وعلى قدنا. في ناس مثلا جوزها بيديها باليوم. هتعملي بقى باليوم ده، هتجيبي تبعتي تجيبي الاكل اللي انت عاوزاه ب50 جنيه مثلا،
لان برضو انا بتكلم على فردين مش على اسرة كبيرة. هيفيد معايا 50. انا ممكن يبقى عندي رز ومكرونة عيش جبن، مش هحتاج اصرف ال50 التانية، يبقى اروح ماسكة ال50 دي شايلاها على جنب. نحاول الفترة الجاية ما نجيبش حاجات رفاهيات، حاجات ملهاش لازمة. حاولي تعملي ده ويبعتيلي في الكومنت عملتي ايه.